السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا جماعة؟ عساكم طيبين بشون عن حالكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم يا جماعة عندنا قصة مرة حزينة. قصة اصبعي هذه تشوفونها هذه اصبعي اللي جاتني اسئلة مرة كثيرة في التيك توك، ولما افتح بثوث ايش سالفة اصبعك وش صار. طبعا يا جماعة هذه القصة صارت لي قبل تقريبا 6 شهور وانا اعاني لين الان. في هذه الايام ان شاء الله راح اوقف التغيير وخلاص تشافت. طبعا مرت 6 شهور لين الحين، والله معاناة بمعنى الكلمة. فان شاء الله انها تتشافى وترجع زي قبل. وراح اقول لكم القصة مرة طويلة، قصة مرت عليها 6 شهور لين الان. يعني يبغالي جزء واحد ما يكفي، لان السالفة مرة طويلة. انا ببدأ بكم من السالفة من الالف للياء، يعني من اول ما ضرب الحديد في اصبعي لين اليوم. وش صار؟ وش اللي طول القطع في اصبعي؟ ليش طالت المدة؟ راح اقول لكم القصة اليوم كاملة، بس يمكن يكون جزئين مقطعين، الجزء الاول والجزء الثاني لانها مرة طويلة. فلا تنسون الله يسعدكم تسوون لايك يا اخي، اشترك، سوي لايك واشتراك. حلو لاني والله يا اخي يمكن يقفل القناة يا اخي القناة مرة دعمها نازل يا اخي نبغى القناة تطلع ان شاء الله ونحقق 4000 ساعة مشاهدة عشان يتفعل عشان يتفعل عندنا الميزة اللي انتم عارفينها. يلا جيبوا لكم شاي ولا حليب ولا بطاطس او اي شيء عشان تسمعون القصة وتروقون معها، لان القصة مرة طويلة. يلا خل ندخل في المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك قبل كل شيء. I love you والله. يلا شوفوا يا جماعة، القصة صارت لي بعد رمضان. طبعا بعد رمضان انا سافرت مكة، سويت عمره اللهم لك الحمد، ورجعت على المكان اللي انا عايش فيه. وكنت راح ابدأ بداية جديدة في النادي، واستمر. سويت لي جدول. ففي هذاك اليوم اول يوم بعد الظهر، تاريخ ممكن 18 ماي، طلعت على النادي واخذت التمارين، والكابتن كان مشغول هذاك اليوم يقول خذ لك 4 تمارين وخلاص. انا قلت لا، ابغى اخذ الخامس. حمار يا اخي، والله حمار انا يا اخي. لو اخذت 4 تمارين كان ما صار لي اللي صار، بس الحمد لله على كل حال، هذا مقدر ومكتوب. فاخذت التمرين الخامس اخذت التمرين الخامس، والكابتن راح المسبح يطلع الزباين وزي كذا. واخذت التمرين، اول شيء اخذت البار، هذا البار ما ادري 20 او 15. لما اخذته كذا فوق خلصت من التمرين. بعدين برجعه في القاعدة هذه مجموعة بارات. شوفوا صورتها هنا، شفتوا الصورة هذه؟ هذا المكان اللي طاح عليه الحديد فيه على اصبعي، شفتوه؟ البارات هذه. رجعت البار، لما رجعت البار زلق، يعني طاح الراس حقه طاح. انا ايش سويت الحمار اللي قدامكم؟ دخلت يدي، ابغى اسوي قوي خلني عضلات كذا، دخلت يدي بين البارات بين الحديد عشان امسكه، فرجع البار على الاصبع وضرب في القاعدة. انقطعت الاصبع من الراس من هنا، شوفوا من هنا، من منطقة الظفر، حتى الظفر طلع. يا ساتر، يا ويلي من الألم، يا ويلي. جسمي ولع نار من الألم، احس العروق تتقطع. ايش اسوي؟ الدم يخرخر من كل مكان، ملابسي امتلت دم، الله يكرمكم. بعدين قلت للهندي اللي في النادي، حتى انجن يوم شافني، ما درى ايش يسوي. قلت له عطني فاين عشان امسك اصبعي يا اخي، ما تحملت الموقف. مسكت الاصبع زي كذا بالفاين وعلى طول على المستشفى. جا الكابتن ايش صاير يا باشا ومدري ايش. قلت خلاص اللي صار على المستشفى. دخلت المستشفى كذا في الطوارئ، شافوا الاصبع كذا ويهرجون كانوا. عرفت ان الموضوع في انه انا فهمتهم. فراحوا يجيبون طبيب العظام وشاف الاصبع، يقولون اهدى يا باشا. قلت طيب ايش الموضوع؟ اصبعي ايش فيها؟ قال اصبعك حنشيلها لك. قلت ايش؟ قال حنشيل لك الجزء العلوي. بتر. قلت لا والله مستحيل من 7 المستحيلات تقطع اصبعي. ايش هذا؟ قال لازم، لان الدم مو واصل. بعدين قال في خيار ثاني. قلت ايش الخيار الثاني؟ قطع ما راح تقطع اصبعي لو على موتي مرة. قال الخيار الثاني ان نخيط الاصبع، راس الاصبع، وتجينا يوم السبت
كان في الويكند هذاك اليوم كان في راسي 1000 خطة، كنت بطلع وبستانس وبنبسط. صارت هذه المشكلة، فبعدين قال نعطيك الخيار الثاني بس انك لازم توقع الاوراق، انك انت برغبتك. قلت اوكي وش راح تسوون؟ قال بنخيط الاصبع بس وتجينا يوم السبت. كان يوم الخميس هو الظهر، ويوم السبت بعد المغرب تكون عندنا عشان نفحص هل الدم مشى ولا لا. اذا ما مشى الدم بتر. قلت الله يستر، الله يخارجني من هذه البلوة. خيطوها والألم مرة شديد، صايح من الألم والله. الألم الظفر مرة شديد، ترى ألم الظفر والسن ما حد يتحملها، هذه ما حد يتحملها. لا تقول انك ضعيف ولا شيء ولا مو قوي، هذه ما حد يتحملها. ألم الظفر وألم السن هذه من أشد أنواع الألم في الإنسان. بعد ما خيطها ولفها بشاش وزي كذا قال تعال لي يوم السبت، وعطاني مضادات كذا حق الألم وطلعت. والله العظيم نصف ساعة بعد ما راح التخدير من هنا من الأصبع، قسم بالله اني احترق. تعرف الشخص لما تولع تحت نار ويقلي يقلي يقلي من النار، هذاك الاحساس الشعور اللي كنت احس فيه هذاك اليوم. قلت ان شاء الله بيروح ساعتين 3 وبيروح. قسم بالله انه طول، مرت 5 ساعات ما طلعت من الغرفة. خلاص قفلت على نفسي، منتظر لين يوم السبت، يا تصيب يا تخيب، يا انجا يا بتر. والله تعبت نفسيا هذيك اليومين، كأني كبرت 20 سنة، كل يوم ب10 سنوات كبرت. واخر الليل يا جماعة قسم بالله انه يشتد الالم اطامر، تعرفون اللي ناطط نط فوق تحت فوق تحت عشان يخف الألم من كثر الألم اللي ولع في إصبعي هذه اللي انقطعت من فوق. قسم بالله ما تحملت والله، حتى طلعت على الصيدلية. طلعت والله بالملابس الداخلية، رحت على الصيدلية بدون شعور. دخلت على الصيدلي قلت له عطني حبوب تكفى، عطني حبوب يخفف الألم. عطاني ورجعت البيت ونمت 2 ساعة بس. وكان هذاك يوم الجمعة واستمر الألم يستمر لين المغرب وقف. أنام 2 ساعة، أنام طبعا أنام وأنا جالس، راسي يسوي بك كذا وأنام، ما في نوم راحة تحط ظهرك على المخدة وتنام، لا يا حبيبي انسى. من كثر الألم لما تجلس الألم يخف، أحس الألم يخف. بعدين مر أول يوم كلمته قال بكرة بعد المغرب. والله العظيم ثاني يوم انه اشتد دبل الألم، وصرت أناطط في الغرفة، أناطط ولا في فايدة. بعدين مر ثاني يوم الصباح، والله صرت أعد الدقايق، أعدها حتى الثواني صرت أعدها، أبغى الوقت يمضي، ما مضى الوقت. استكثرت هذه 12 ساعة من الساعة 6 الصباح لين 6 المغرب. فمضت فترة الصباح مرة طويلة علي والظهر، وكنت خايف. بعد العصر بدأ الخوف يزيد، والمصري الطبيب راسلني قبل المغرب قال تعال. أنا قلت ما راح أجيه، بصلي المغرب وبروح له. صليت المغرب، بعد ما خلصت المغرب دعيت ربي يا رب إن إصبعي تسلم. بعدين دق علي قال تعال الطوارئ. فك إصبعي وطلع الشاش اللي فيها وهذه الضمادة هذه البيضة. بعدين شفت الأصبع أنا ما تحملت إني أشوفها، والله صرت خايف، والله قسم بالله كنت خايف. بعدين خايف تدرون من إيش؟ خايف إنه يقول ما وصلها الدم. وأخذ الأصبع زي كذا وجاب إبرة وضغط في راس الأصبع. وش تتوقعون صار؟ أنا ما طالعت، سويت كذا غمضت ولفيت راسي وضغط في راس الأصبع. وش تتوقعون صار؟ راح أكملكم القصة في الجزء الثاني، لا تنسون اللايك.